السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنتكلم في مشروع جديد. مشروع النهاردة مطلوب جدا جدا في البلد. مجالات كتير جدا بتحتاج ليه. مجال الفنادق، المطاعم بيحتاجوه. مجال السيارات، مجال الأدوية بيحتاجوه. حتى لعب الأطفال ومحلات الأدوات المنزلية بتحتاجوه. هو مشروع حقن البلاستيك. إيه اللي بيتصنع منه؟ بيتصنع منه لعب الأطفال، بيتصنع منه للمطاعم شوكة وسكينة، الكوفير عموما. بيتصنع منه قطع موجودة في كل الإلكترونيات بلاستيك. بيتصنع منه الكراسي البلاستيك، الترابيزات. الحاجات دي كلها بتبقى مطلوبة جدا في السوق. فبجد المشروع ده لا غنى عنه في البلد. لو حضرتك مهتم بالمشروع ده خليك معانا، وإن شاء الله في معلومات كتير تفيدك. جهز كوباية الشاي الحلوة بتاعتك كده وتعالى ورانا. أهلا بكم مرة تانية. مشروع حقن البلاستيك من المشروعات المهمة أوي في البلد. من المنتجات اللي بتطلع من المكنة دي معلقة، شوكة، سكينة للمطاعم والفنادق. أطباق بلاستيك، أي علب بلاستيك للتخزين. ألعاب الأطفال، بيطلع منه قطع معينة في السيارات، قطع معينة في الإلكترونيات. بيطلع منه حقن للطبي. بيطلع منه حاجات كتير جدا بتستخدم في كل مجال في البلد. العملاء المستهدفين بتوعه فنادق، المطاعم، كمان شركات السيارات، شركات الأدوية والقطاع الطبي عموما، شركات الإلكترونيات، الأسواق الشعبية، محلات الأدوات المنزلية. فالمجال ده مفتوح قوي لأي حد حابب يخش في المجال. دلوقتي خليني، أنا مهتم بالمشروع ده وهبدأ خلاص. أنا محتاج مكان ما يقلش عن 150 متر، وفيه كهرباء 3 فاز 380، علشان المكن ده بيشتغل ب 380. المكنة عندي كبيرة مش صغيرة، ومحتاج مكان للمادة الخام ومكان للمنتج التام. فالمكان ده ما يقلش عن 150 متر. المكن عندي في منه أنواع كتير. في منه نوع بيتصنع في النمسا، نمساوي. في نوع بيتصنع في ألمانيا، ألماني. في نوع بيجي استيراد أوروبي، في صيني. المكن بيبدأ معانا من سعر 55,000 جنيه لحد 10 مليون جنيه. اتصدمت؟ لا، ما تتصدمش. بين الرقمين دول في آلاف الماكينات ممكن تتفرج عليها على الموقع اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت دلوقتي في الوصف. خش بص على المكن اللي موجود، هتلاقي حاجات ب 100 وب 150 وب 200 لحد 10 مليون جنيه. وكل مكنة هتلاقي تحتها جدول كده موجود فيه كل مواصفات المكنة، بكل حاجة أنت عاوز تعرفها عن المكنة. حضرتك بتقرر أنت عاوز تبدأ منين بالظبط. وطبعا قبل ما تبدأ أنا مش حابب إن أنا أفكرك إنك لازم تمشي قانوني، لأن الحاجات ديت أنت بتشتغل حاجات بيور، وحاجات ملامسة لمواد غذائية، وملامسة لأدوية، وملامسة لحاجات كتير جدا ممكن تضر. فأنت بتشتغل بيور صافي، ما ينفعش عليه أي إضافات خالص. فالورق المطلوب سجل تجاري، بطاقة ضريبية، ترخيص بيئي، ترخيص صناعي، وطبعا تأمينات على العمال اللي موجودة عندك في المصنع. دلوقتي خلينا نتنقل للمرحلة اللي بعد كده، هنشوف إنتاجيتنا إيه ظروفها، والمصاريف اللي إحنا محتاجينها في الشهر إيه. مبدئيا المصاريف اللي مطلوبة في الشهر كله، على مدار الشهر كله في المصنع، أنا محتاج وسيلة نقل. لو فرضا ما عندناش عربية أو غيره، فإحنا هنأجر. إيجار العربية ومصروفاتها وبنزينها وزيتها والكلام ده كله على مدار الشهر هتعمل تقريبا حوالي 15,000. عندك كهرباء ومية، هنحط 10,000، لأن كهرباء 3 فاز. بعد كده سواق مندوب، هنتكلم في 7,000 جنيه غير عمولة المندوب. بالنسبة لإيجار المخزن احنا بنتكلم في 7,000 جنيه متوسط حسب المكان اللي هتأجر فيه. هنتكلم في 2 عمال، كل عامل هياخد 4,000 جنيه، يعني 8,000 جنيه. لو جمعنا ده كله هيعمل معانا تقريبا حوالي 47,000 جنيه. طيب ال 47,000 جنيه دول لو قسمناهم على 26 يوم اللي هو الشهر بتاعنا، فبتتكلم في سكة 1,800 في اليوم الواحد. لو قسمنا ال 1,800 دول على 10 ساعات شغل يومي، فالساعة الواحدة بتكلفك 180 جنيه. ده تكلفة ثابتة للساعة الواحدة عندك في المصنع. ودلوقتي بقى خلينا نتكلم في إنتاجيتنا، وهل إحنا بنكسب ولا بنخسر. طبعا حضرتك متشوق جدا للموضوع ده، عاوز تعرف المكسب والخسارة والكلام ده. أقول لحضرتك
خلينا دلوقتي نختار منتج زي البريفورم مثلا هنشتغل عليه. انا دلوقتي فتحت مصنع حقن وهشتغل بريفورم بس كمثال يعني. البريفورم ده القطعه الواحده عامله 24 جرام، ده المتوسط اللي هو بيتصنع منه ازازه الميه بعد كده اللي هي اللتر ونص. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل كده في الفيديو اللي فات، لو كده ترجعوا له يعني تبصوا عليه. فالبريفورم ده 24 جرام للقطعه الواحده. الطن اللي بيتصنع منه البريفورم ده اسمه بي اي تي. الطن ده بتاعه النهارده ب 59,000 جنيه. ده متوسط سعر حسب المورد اللي هتجيب منه. وللعلم برضه هسيب لكم ارقام الموردين كلها في الوصف تحت لو حابب انك تتصل بحد فيهم او تاخد فكره عن حاجه معينه فيهم. طيب، يبقى الطن ده لو حسبنا الطن من 59,000 على البريفورم ده اللي هو 24 جرام، هتلاقي الواحد القطعه الواحده في الماده الخام هيبقى واقف عليك بجنيه 41 قرش. طيب، انت بتبيعه بعد كده بكام بقى؟ متوسط بيع البريفورم ده بعد ما يتصنع في الحقن بجنيه 65 قرش. ده متوسط سعر، يعني بتتكلم تقريبا في فرق 24 قرش في القطعه الواحده. ده مكسب بس مش صافي. طيب، خلينا نحسب بقى المكسب الصافي بتاعنا احنا في الساعه يبقى كام. المكنه دي اللي بتصنع البريفورم دي فيها اسطمبه، الاسطمبه ديت فيها 16 تجويف. فالمكنه دي بتصنع لنا في الساعه الواحده 2160 قطعه. ال 2160 قطعه دول خليني بقى اضربهم في 24 قرش اللي هو مكسبي. يا سيدي خليني اضربهم في 20 قرش، هيعملوا معايا تقريبا 432 جنيه تقريبا. يا سيدي خليني اتكلم في 430 جنيه. 430 جنيه دول لو شلنا منهم ال 180 جنيه اللي هو مصاريف الساعه المصاريف الثابته، فبتتكلم في 250 جنيه صافي ربح في الساعه الواحده. لو ضربتهم في 10 ساعات في اليوم فبتتكلم في 2500 جنيه صافي ربح في اليوم. لو ضربتهم في 26 يوم فبتتكلم في صافي ربح شهري على 26 يوم 65,000 جنيه. يا سيدي خليني شلت منهم 15,000 جنيه كمان حوالك وتوالف والكلام ده كله، فبتتكلم في 50,000 جنيه ربح صافي شهريا. المشروع مش وحش، المكسب مش كتير قوي بس برضه مش قليل، مكسب كويس. المشروع محترم جدا، فبجد فكر في مشروع كويس. صدقني المشروع ده مربح جدا وفي نفس الوقت مطلوب جدا في السوق. وفي النهاية أنا حابب أقول لحضرتك كلمتين صغيرين. مش دراسة الجدوى هي السبب الرئيسي في النجاح أو في الفشل للمشروع. في عوامل كتير جدا لنجاح المشروع أو فشله، منهم الإدارة اللي موجودة، منهم الظروف المحيطة، منهم ظروف البلد بوجه عام. في عوامل كتير جدا لنجاح أو فشل المشروع. طبعا قبل ده كله توفيق ربنا، فخليها على الله وإن شاء الله اللي بيسعى ربنا بيرزقه. ولحد كده انا خلاص كلامي النهارده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. يا ريت اكون قدرت افيدكم. لو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على الفيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه للصفحه الرسميه. ولو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على اليوتيوب يا ريت تعمل لنا اشتراك في القناه وتسيب لنا تعليق على ذوقك، يعني خد لك كمان لفه في القناه كده هتلاقي مشروعات تانية بنتكلم فيها. ان شاء الله تلاقي مشروع يظبط معاك. سلام.